السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة نور وبيان، ومعكم أحمد ناصر. بعد الفيديو ده بمشيئة الرحمن هتكون قادر على تطبيق كل أحكام التجويد في القرآن الكريم. أيوة زي ما بقول لك كده بالضبط. الله أكبر، يعني خلاص ده آخر فيديو في سلسلة تجويد بدون تعقيد. طيب أنا راضي ضميرك، أنت عمرك شفت سلسلة في حياتك 3 فيديوهات بس؟ أكيد لا، مش آخر فيديو في السلسلة. طيب امال الفيديو ده ايه؟ الفيديو ده هدية مني لوصولنا بفضل الله عز وجل، ثم فضل دعمكم وحبكم للقرآن لأكثر من 500 مشترك و5000 مشاهدة، وإن شاء الله بمشيئة الرحمن قريبا جدا هنحتفل مع بعض بال1000 مشترك وال10000 مشاهدة. كمان الفيديو ده بمناسبة رمضان المبارك والناس كلها بتقرأ قرآن، فهنتعرف على أمور بسيطة جدا هتمكننا كلنا من القراءة بشكل صحيح والتطبيق بشكل سليم. ورغم إني ما كنتش ناوي أبدا إن أطلب من حضراتكم للاشتراك في القناة ولا الاعجاب بالفيديو او التعليق، لان ده حاجه راجعه لاختيارك انت وقرارك انت. لو انت شايف المحتوى اللي انا بقدمه محتوى يستحق الدعم فاكيد انت هتعمل كده من نفسك، الا ان في الفيديو ده بالذات بطلب منك انك تعمل كده، لان اليوتيوب بيرشح لي فيديوهات للناس التانيين لما يلاقي عليها تفاعل والناس مهتمه بالفيديو، فاحنا اللي بنصنع الترند اذا كان كويس او حتى كان وحش. وعشان الوقت خلونا نبدا. افتح مصحفك معانا عشان نطبق، مفيش وقت، وممكن تقدر بعد نهاية كل حكم نشرحه انك تقف وتفتح مصحفك وتطبق بشكل سهل وبسيط ان شاء الله تعالى. اول حاجة لازم تعرفها ان تعلم القرآن ده مش نافلة، يعني تعلمنا خير وبركة، ما تعلمناش فربنا غفور رحيم، لا، تعلم القرآن لازم وواجب على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، يعني وجود القرآن تجويدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول خذوا القرآن من 4، يعني أضرب لكم مثالا عشان تكون الرؤية واضحة. لما مديرك في العمل يبعثك مكان معين ويقول لك اشتري من المكان ده أو المكان ده أو المكان ده، فإذا الأماكن اللي حددها عندهم حاجة مش موجودة عند غيرهم، وإلا كان قال لك اشتري من أي مكان. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خذوا القرآن من 4، فده معناه إن ال4 دول عندهم طريقة مش موجودة عند غيرهم من الصحابة الكرام، وهي تجويد القرآن الكريم. طيب يعني يا عم الشيخ لازم أتعلم التجويد وهذه الأشياء؟ أولا أنا مش شيخ، أنا أخ لك في الله، بحاول إن أنا أبسط لك القرآن الكريم وأقدمه لك بشكل سهل عشان يكون متاح للجميع بمشيئة الرحمن. ولكن هجاوبك على سؤالك، أنت كمسلم مش مطالب إنك تعرف إن ده إدغام أو إظهار أو إقلاب، ده مطالب به الناس المختصين فقط. أما أنت كمسلم لازم تقرأ القرآن بشكل صحيح. عشان نبسط لك المعلومة، لو أنت سمحت معانا الحلقة الأولى الخاصة بسلسلة التجويد بدون تعقيد، واللي قلنا فيها إن أول خطوة عشان تعلم قيادة السيارة انك تتعرف على الاجزاء، فانت مش شرط انك تكون عارف الجهاز دوت او الشيء ده اسمه كذا، ولكن لازم عشان تسوق بشكل صحيح تكون عارف ان ده بيعمل كده. فلازم وانت بتقرأ القرآن الكريم تكون عارف انت كيف تقرأ بشكل صحيح. اما كونك تعرف بقى ده اسمه اظهار او ادغام او اقلام، ده مش مطالب كل المسلمين ان هم يعرفوه. وعشان نتعلم القرآن الكريم امر فرض على كل المسلمين بمشيئة الرحمن، النهارده هنعرض لكم جل احكام التجويد في هذا الفيديو، حاجات بسيطة جدا بس هتفرق في قراءتكم جدا جدا جدا. القاعدة الأولى ويمكن خدناها قبل كده في سلسلة تجويد بدون تعقيد، ولكن هنعيدها مرة تانية عشان اللي ما تابع معنا السلسلة، وقلنا هذا الفيديو خاص بنفسه. القاعدة بتقول أي نون أو ميم عليهم شدة يساوي غنة حركتين. أي حرف نون في القرآن الكريم أو أي حرف ميم في القرآن الكريم يأتي عليهم شدة لازم نعمل غنة. حرف النون مثل قوله تعالى الناس، نون عليها شدة قلنا مباشرة نقول الناس. حرف الميم مثل قوله تعالى فلما. وبكده نكون خلصنا القاعدة الأولى اللي هي موجودة كتير جدا في القرآن الكريم، وبإتقانك للقاعدة البسيطة دي معناها إنك أتقنت قراءة حروف كتيرة جدا في القرآن الكريم. القاعدة الثانية أي نون أو ميم ما عليهم شيء أجيب غنة، بشرط إن ما يكون بعدهم لام أو راء زي ما هنشوف دلوقتي. أي نون ما عليها شيء، كلمة ينفقون، النون الآن ليس عليها شيء، معرّة من الحركات. ماذا سنصنع؟ سنأتي بالغنة فورا، فأقول ينفقون ينفقون. المثال الثاني كلمة أنزل، النون ليس عليها شيء، مباشرة هنجيب مكانها غنة، أنزل أنزل. كذلك الميم لو ما عليها شيء نجيب مكانها غنة، كقوله تعالى وما هم بمؤمنين. الميم اللي أمامنا ما عليها شيء، فبالتالي
وبالتالي هنجيب مكانها غنة ونقول وما هم بمؤمنين. أما المثال الأخير والميم اللي ما عليها شيء وهنجيب بدلها غنة في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. طبعا ملاحظين معايا ان الميم ما عليها شيء، ففي الحالة دي كذلك هنجيب بدل هذه الميم غنة قلوبهم مرض. أما النون لو جاء بعدها راء فهنحذف النون وهنحذف الغنة. كلمة من ربهم النون الساكنة جه بعدها راء، في الحالة دي هنحذف النون تماما وهنحذف كمان الغنة المصاحبة للنون، وهنتقل من قراءة الميم للراء مباشرة وهقرأ من ربهم من ربهم. كذلك النون لو جاء بعدها لام هنحذف النون تماما ونحذف الغنة كمان وانتقل من الميم لللام وهقول من لدنه من لدنه. يبقى النون لو ما عليها شيء أو الميم بنجيب بدلها غنة، إلا لو النون جه بعدها راء أو لام فبنحذف النون وبنحذف الغنة. طيب النون لو جاء عليها ميم هنحذف النون ونقرأ الميم، هنحذف النون ونقرأ الميم ونجيب مع الميم غنة، كقوله تعالى أنبياء، حذفنا النون وكتبنا الميم قرأنا الميم وجبنا مع الميم واحنا بنقرأها غنة فقلنا أنبياء أنبياء. والقاعدة الثالثة معنا اليوم وهي قاعدة التنوينات، وأول نوع في التنوينات هيقابلنا واحنا بنقرأ القرآن الكريم هو التنوين المتساوي، تنوين قد بعضه بالضبط، الفتحتين متساويتين أو الكسرتين متساويتين أو الضمة موجودة وعليها من فوق الظل للضمة من الخلف. أي تنوين بالشكل ده معناه إن إحنا هنقرأه هنظهره نون ساكنة. إزاي؟ خلونا نشوف. رغدا حيث، واضح طبعا أمامكم إن التنوين متساوي فهننطق التنوين هنقول رغدا حيث رغدا حيث رغدا حيث. مثال الثاني وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. التنوين في قوله تعالى شيء تنوين متساوي إذا هنطقه شيء عليم وهو بكل شيء عليم. المثال الثالث إن الذين كفروا سواء عليهم، التنوين على قوله تعالى سواء تنوين متساوي فإذا هنطقه وأقول سواء عليهم. وده كان الحكم الأول في أحكام التنوين، أي تنوين متساوي زي ما هو واضح أمامكم الآن ده على طول حكم الإظهار، يعني أقرأ النون الساكنة. أما النوع الثاني من التنوين هو التنوين اللي معاه ميم، مثلا هنلاقي فتحة وعليها ميم أو كسرة وعندها ميم أو ضمة وعندها ميم، فده معناه إننا هنحذف النون اللي موجودة داخل التنوين وهقرأها ميم، يعني هنيئا هنقرأها هنيئا هنيئا. حذفنا النون هنيئا وخلناها هنيئا هنيئا وقرأنا الميم. طبعا لما نقرأ الميم كمان بنجيب معاها غنة فنقرأ هنيئا بما كنتم هنيئا بما كنتم. عليم لما تيجي عليها الميم هنقرأها عليم، جبنا ميم بدل النون هنجيب غنة كمان تبقى عليم بذاتي عليم بذاتي. التنوين بالكسر زوج بهيج زوج بهيج. فإذا التنوين إذا كان عنده الميم نحذف النون اللي موجودة في التنوين لأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، فإحنا بنحذف النون دي وبنخليها ميم وبنجيب معها غنة زي ما قرأنا في الأمثلة الثلاثة هنيئا بما كنتم عليم بذاتي زوج بهيج. أما النوع الثالث في التنوينات وهو التنوين غير المساوي، وأي تنوين غير مساوي هنجيب مكانه غنة إلا لو كان بعده لام أو راء، فده معناه إن أنا مش هقرأ التنوين خالص. نشوف الأمثلة. قوله تعالى غشاوة ولهم تنوين غير متساوي على حرف التاء، وطبعا لم يأتي بعده اللام والراء فهنجيب بدل غنة غشاوة ولهم نارا فلما تنوين غير متساوي وبعديه حرف غير اللام والراء على طول نجيب الغنة. أو كصيب من السماء كصيب من السماء. كصيب التنوين غير متساوي وما جاء بعدها اللام والراء فعلى طول هنجيب الغنة. طيب لو جاء اللام والراء بعد التنوين الغير متساوي معناها إن ما هقرأ التنوين ولا هقرأ الغنة، هنقرأ
رزقا لكم، رزقا لكم. هننتقل من القاء رزقا لكم لحرف اللام مباشرة ونحذف التنوين بشكل كامل. رزقا لكم. غفورا رحيما، هنحذف التنوين تماما وهنتقل من الراء فتحة. غفورا رحيما، رحيما ما موجود أبدا عندي النون. الحكم الرابع وهو من أهم الأحكام اللي موجودة في القرآن الكريم وفي تفصيلات كتيرة جدا، وهي المدود. مشيئة الرحمن خلال وقت بسيط جدا الآن هنتعرف على كل المدود اللي موجودة في القرآن الكريم. أول حاجة لازم نعرف إن المدود لها 3 حروف، والحروف دي لها شروط. الحروف أولا هي الألف والواو والياء، بشرط إن الألف يكون ساكن ما عليه فتحة ولا كسرة ولا ضمة، ما عليه أي حركة ويكون قبله فتح، وإن الواو تكون ساكنة ويكون قبلها ضم، وإن الياء تكون ساكنة كمان ويكون قبلها كسر. وطبعا المدود فيها تقسيمات كثيرة جدا، يمكن أغلبنا لما حب يتعلم التجويد اطلع على هذه التقسيمات، وللأسف كتير من اللي بتعلموا التجويد بيتوه في هذه المنطقة. فإحنا عشان نحافظ على تبسيط المعلومة هنقسم المدود ل3 أقسام. القسم الأول مرتبة صغرى، القسم الثاني مرتبة وسطى، القسم الثالث مرتبة كبرى. المرتبة الصغرى هي إن علامة المد غير موجودة، علامة المد اللي هي الموجة. أي حرف من حروف المد سواء الألف أو الواو أو الياء ما عليه شيء وقبله فتح أو كسر أو ضم على حسب حرف المد، وعلامة المد مش موجودة، معناها إن الحرف دوت بيمد حركتين فقط. أما إذا كانت علامة المد موجودة وبعد علامة المد هذه موجود همزة، فمعناه إن الحرف يمد 4 حركات. لو علامة المد موجودة وما موجود الهمزة، موجود أي حرف تاني غير حرف الهمزة، فده معناه كمان إن هذا المد هو من المرتبة الكبرى ويمد بمقدار 6 حركات. خلونا نجيب أمثلة. في المرتبة الصغرى كلمة نوحيها، لو لاحظنا نلاحظ إن الواو ليس عليها شيء وقبلها ضم، فهذه واو مادية. هل علامة المد موجودة؟ لا، علامة المد مش موجودة، إذا هذه الواو تمد بمقدار حركتان. نو. لو نظرنا الحرف الثاني حرف الياء المادية، حرف ساكن مكسور ما قبله، الشروط موجودة فيه، إذا هذا حرف مد. طيب هل علامة المد موجودة؟ علامة المد غير موجودة، إذا يمد بمقدار حركتين فقط. طيب الحرف الثالث هو الألف، الألف ساكن ما عليه شيء وقبله فتح، إذا شروط المد موجودة. طيب هل علامة المد اللي هي الموجة موجودة فوق الألف؟ مش موجودة، إذا معنى أن هذا الحرف يمد بمقدار حركتان. نقرأ الكلمة كلها على بعضها. نوحيها، نوحيها. هذه كلمة جمعت الشروط كلها اللي موجودة في المرتبة الصغرى. أما المرتبة الوسطى فأي حرف المد سواء كان الألف أو الواو أو الياء جه عليه علامة المد وجه بعده همزة. هنجيب مثال واحد عشان الوقت. كلمة السماء، ألف المد عليه علامة المد وبعده همزة، فإذا هنمده بمقدار 4 حركات. في أمها، ياء المد عليه علامة المد وبعدها حرف الهمزة في الكلمة الثانية، إذا هنمد 4 حركات. أمره إلى، شايفين الهاء اللي عليها الضمة بعدها واو صغيرة، الواو الصغيرة هذه واو مادية عليها علامة المد وبعدها همزة، إذا تمد بمقدار 4 حركات. أمره إلى. طيب أي حرف مد عليه علامة المد وبعده حرف غير الهمزة نمده بمقدار 6 حركات. خلونا نشوف. كلمة الصاخة، ألف المد عليه علامة المد، أيوة موجودة. طيب بعد حرف الألف المد هل الهمزة موجودة؟ لا، غير موجودة، إذا يمد بمقدار 6 حركات. نجيب مثال كمان. كلمة الآن، ألف المد عليه علامة المد، أيوة موجود. هل بعد ألف المد همزة؟ لا، بعد ألف المد حرف اللام الساكن، إذا تمد بمقدار 6 حركات. طيب أي حرف مد علامة المد غير موجودة، حركتين فقط. علامة المد موجودة وبعده همزة، 4 حركات. علامة المد موجودة وبعده حرف غير الهمزة، إذا يمد بمقدار 6 حركات. أما الحروف المقطعة في أول السور فهنقسمهم ل3 أقسام بشكل سريع. حرف الألف ما بنمده تماما، بنقول عليه ألف ألف ألف. باقي الحروف هنقسمها قسمين، الحرف اللي عليه علامة المد 6 حركات والحرف اللي ما عليه علامة المد حركتين فقط. خلونا نجيب مثال في بداية سورة مريم. قوله تعالى: كافها يا عين صاد.
حرف الكاف عليه علامة المد؟ نعم، إذا يمد بمقدار 6 حركات. حرف الهاء عليه علامة المد؟ لا، إذا يمد بمقدار حركتين. حرف الياء عليه علامة المد؟ لا، إذا يمد بمقدار حركتين. حرف العين عليه علامة المد؟ أيوة، إذا هنمده بمقدار 6 حركات. حرف الصاد عليه علامة المد؟ أيوة موجود، إذا هنمده بمقدار 6 حركات. فيبقى الحروف المقطعة أي حرف مد عليه علامة المد نمده 6 حركات. حرف من الحروف المقطعة ما عليه علامة المد نمده حركتين، إلا الألف اتفقنا إن إحنا ما بنمده خالص. الحكم اللي بعد كده وهي اللامات السواكن. واللامات السواكن عندنا في القرآن الكريم 5 أنواع، مش هندخل أبدا في أي تفصيلة فيهم، ولكن هنقول لك على حاجة صغيرة جدا. أي حرف في القرآن عليه سكون حكمه الإظهار. نون عليها سكون يبقى نون مظهرة، ميم عليها سكون يبقى ميم مظهرة، لام عليها سكون يبقى لام مظهرة. طب نون أو ميم أو لام ما عليهم سكون وبعدهم حرف مشدد إذا مدغمة. فممكن نفرق إن اللامات في القرآن الكريم هننظر للام لو كانت عليها سكون مثل قوله تعالى الأرض فاللام دي مظهرة، وإذا كان اللام ما عليها شيء وبعدها حرف مشدد مثل قوله تعالى السماء فده معناها إن اللام دي مدغمة، فيبقى اللام اللي عليها سكون مظهرة واللام اللي ما عليها سكون مدغمة. الحكم اللي بعد كده أي حرف من حروف قطب جد لو كان عليه سكون مثل قوله تعالى رزقناهم قوله تعالى قبل قوله تعالى أبصارهم. كيف أقرأها؟ ما أقول أبصارهم أو نقول قبل أبصارهم. رزقناهم. فهذه الحروف كلها بنعمل لها قلقلة مجموعة في قول العلماء قطب جد. أو أي حرف من حروف قطب جد كان آخر كلمة في نهاية الآية اللي نقف عليها كذلك هنعمل له قلقلة مثل قوله تعالى والسماء ذات البروج. الجيم ما عليها سكون ولكن وقفت عليه فكأن وضعت عليها السكون فتكون مقلقلة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الحكم السابع معنا اليوم وهو حروف اللثوية وهي حرف الذال والثاء والظاء. أي حرف من الحروف دول بنطلع في طرف لساني وأنا بقرأه، وده كله مجموع في قوله تعالى ظل ذي ثلاث. الحكم الثامن والأخير بمشيئة الرحمن وهو التفخيم والترقيق. التفخيم مجموع في قول العلماء خص ضغط قض. أي حرف من الحروف اللي ذكرناها الآن هنقرأها هنملأ الفم وإحنا بنقرأها خاء صا ضا قا ظا إلى آخره. أما باقي الحروف فهي حروف مرققة حروف نحيلة، إلا عندنا بعض الحروف لها أحكام خاصة. ألف المد بننظر للحرف اللي قبله، لو كان حرف مفخم بنفخم ألف المد مثل خابا. لو كان حرف مرقق هنرقق ألف المد مثل تابا. ألف مرقق في الثانية لأن حرف التاء مرقق، ومفخم في الأولى لأن حرف الخاء اللي قبله جاء مفخم. عكس الألف الغنة، أنا في الألف بنظر للحرف اللي قبل، في الغنة بشوف الحرف اللي بعد. لو قلنا من تاب اللي بعد الغنة أو بعد النون الساكنة حرف التاء وهو مرقق فالغنة هتكون مرققة من تاب. لو كان الحرف اللي بعد النون الساكنة مفخم هتفخم الغنة مثل قوله تعالى من قبل. فإذا الغنة بنشوف الحرف اللي بعدها، ألف المد بنشوف الحرف اللي قبله. اللام في اسم الجلالة إذا سبقت بفتح بنفخمها. قال الله إذا سبقت بضم بنفخمها. عبد الله إذا بدأنا بيها بنبدأ بها مفخمة. الله إذا كانت قبلها مكسور تكون مرققة. بسم الله بالله. أخيرا حرف الراء إذا كان مفتوح بنفخم، إذا كان مضموم بنفخم. مفتوح مثل قوله تعالى ربنا، مضموم مثل قوله تعالى رحماء. أما إذا كان مكسور فبنرققه رسالة. طيب لو الحرف ده ساكن نشوف الحرف اللي قبله مفتوح هنفخم، لو قبله مضموم هنفخم، لو كان قبله مكسور هنرقق. وحرف الراء في بعض التفاصيل ولكن احنا خدنا أغلب الحالات اللي موجودة لحرف الراء. الأحكام دي اللي ذكرناها الآن ممكن تكون بسيطة جدا 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 لكنها تمثل أكثر من 75% من قراءتك في القرآن الكريم. فضروري جدا تطبق، انت الآن تطبق مع أولادك، تطبق مع زوجتك، تطبق مع أصدقائك،
تنشره للناس تستفيد، ويكون صدقة جارية عنك وعني إن شاء الله عز وجل. أي شيء مش واضح في الفيديو أتمنى إنك تسجل لي تحت في التعليقات، بمشيئة الرحمن هنرد عليك بشكل مفصل. وأخيرا سلسلة تجويد دون تعقيد بندرس فيها دراسة تفصيلية، فالفيديو ده كان فيديو سريع للناس اللي عايزة تعدل قراءتها في أسرع وقت وبأسهل طريقة، ولكن مكملين بمشيئة الرحمن في سلسلة تجويد بدون تعقيد، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.